نجوم. حلو انك تكون انت جاهز كل وقت للسرد الاخروي. ما رفعني ولا قدرني عند كل هؤلاء الناس الا القرآن الكريم. هذا يعني عطاء، لو الواحد يسجد شكر الله من اول ما انولد الى توفى ما يؤدي هذا الامر. انا لي امنيه صراحه بهالحياه، لو بكل بيت على الاقل بس واحد يكون حافظه، وحافظه راح تشوف البركه بهالبيت. من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه. أنت استشعر هذا المقام أنك أنت حافظ الوحي. لا، حافظ القرآن يسافر ويروح مجمعات ويأكل ويقعد، لكن هو خصص جزء من وقته على القرآن. أول شيء أخلص، مو تحط الوقت نافلة، لا حطه واجب. نعم. أن تصل متأخرا خير لك بأن لا تصل. أنا حفظت القرآن وكنت أبلغ من العمر 49 سنة. بعد ما حفظت القرآن قلت أبي أتعلم العلم الشرعي، يعني أنا ما فدخلت كلية الشريعة 62 تبارك الله. دخلت. نعم. والحين بتخرج بعد أسبوع إن شاء الله. هذه يمكن جدة وعندها أحفاد، لكن ما أشغلها شيء عن كتاب الله سبحانه وتعالى. والله أنا انحرجت. دكتور في قسم التخدير في بن سينا، حفظ القرآن الكريم وعمره 70 سنة. أختي حفظت القرآن وعمرها 64 سنة. أنت ما موقعك من الإعراب؟ لا تقول أنا متقدم في السن. نعم. لا عذر. أنت ما هو عذرك؟ أنصحك من الآن أن تبدأ بحفظ القرآن وتعزم على ذلك. إذا استطعت أن لا تدخل القبر إلا والقرآن في صدرك فافعل. هدية الله أعطاك إياها، هل أنت ترفض الهدية؟ الواحد ما يعرف قيمة الشيء إلا إذا جربه. نعم. وللأمانة يوم دشيت في على قولتهم في مضمار القرآن، المنافسة اللي نعم. بيننا ودت نعم. لذة يعني. ما زاحم القرآن شيئا إلا باركه. الله. فالجهد والتعب اللي أنا قاعد أبذله بحفظ حق القرآن نعم. قاعد ينعكس علي بركة. خاصة القرآن فيه بركة وفيه تيسير، وكل ما كررت كل ما سبحان الله شعرت بالسعادة، كأنك سبحان الله تطير وروحانيات. هي هذه أحلى فترة راح تمر عليه بحياته كلها، يعني ما أتوقع راح أحد يعيش أحلى منها. لو أنفقت على أولادك كنوز الدنيا سيفرون منك يوم القيامة، لكن لو علمتهم القرآن سيبحثون عنك ليلبسوك تاج الوقار بفضل الله سبحانه وتعالى. فعليك بكتاب الله عز وجل إن كنت تريد أن تسعدهم حتى في الآخرة. ندمت على كل دقيقة فوتها ما جلست معه.